السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم حرشة بمرسيطة، وكاين اللي كيقول لها مشيشرو. وهاد المرسيطة راها غنية عن التعريف عند المغاربة. بعد ما غسلتها ونشفات مزيان غادي نقيها من داك العروشة اللي غلاض باش غتسهل ليا التقطاع. نقيها مزيان، نخلي غير الوريقات، واما غطحنوها بالهشوار، واما بحال هاد القرادة اللي عندي انا حتى هي كتنفع. هي وجدت معايا. من بعد غادي نجمعها باش نخلطها مع السميده. بطبيعه الحال السميده ها كتكون رقيقه. هي هذه السميده، وانا غادي ندير القدر او الكميه اللي غادي تجيني مع الكميه ديال مشيشرو او مرسيطه، كل واحده وشنو كتقول لها في منطقتها. غادي ندير شويه ديال الملحه، يعني بحال اللي غتصايبوا الحرشه العاديه اللي كنصايبوها ديما. وغادي ندير واحد الخماره، وهي صراحه انا هاد الكميه هي اللي عندي ديال مرسيطه. قد ما كثرتو فيها راه كتجي حسن، كتجي صحيه بزاف. انا واحد قبصه ديال السكر، وغنخلط كلشي، وغادي نرونها بشويه ديال الزيت المائده. ضروري من الزيت باش كتعطيها ديك التعليكه، غير هو ما تكتروش. غادي نحاول نمزجها مزيان. يقبلوا عليا على هاد الصوت، راني حيانه شويه بعيده ليكم. غادي نخلطها مزيان. غادي نزود واحد الكميه، غير شويه، كميه صغيره ما كاملش كاس. ومن بعد غادي نخلط معاها عشبه ديال مرسيطه. غادي نحاول نبسبسها مزيان باش نخلطها بالماء. صافي ملي كنخلطوها مزيان باش ديك البرسيطه يعني غيتداخل فيها، تخلط مزيان مزيان. ومن بعد غادي نخلطها بالماء ضروري. شي راه كاع كتعرفوه، واحد الكميه لا باس بها. غير هي حاولوا تجي رطبه، ما تجيش قاصحه، ما تجيش جاريه. كندير واحد الكميه ديال الماء ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه، ولكن تجي شويه مرخوفه. غادي نجمعها، وغادي نجيب المقله اللي غادي نصاوبها فيها. كل وحده والطريقه ديالها. هذه هي الطريقه باش كنصايب الحرشه، راه كتجي زوينه رائعه ما تشبعوش منها. كيف قلت لكم راه هانتوما راه غتجي رطبه ما تجيش قاصحه. شفتوا كيفاش كنغطيها بديك السميده اللي بسبستها بالزيت وجميع المكونات. وهاد الطريقه اللي كندير لها زوينه، راه ما كتلصقش نهائيا نهائيا نهائيا. يعني بالتجربه كنعتمدها من صغري. هاد الطريقه زوينه بزاف. وغادي نقلبها في الفراح او اي مقله اللي كتصاوبوا فيها الحرشه ديالكم. وانا غنحاول نطلقها. صراحه انا ما كتعجبنيش غليظه، وإلا كتعجبكم فيها الغلظ كتكثروا السميده. انا كتعجبني تجي رقيقه، تجي مقرمشه. هانتوما داك السميده اللي زولت راه بيها كنغطي الوجه. شفتوا ما كتلصقش نهائيا، ما كتحتاجوش تفزقوا يديكم لا بالماء ولا بالزيت. راه كافي بهذه الطريقه هذه اللي كنصاوبها، كتجي زوينه بزاف بزاف. والان غادي نحاول نقتلها الجوانب ديالها بالظهر ديال المعلقه. هذه الطريقه اللي كنعتمدها من سنين باش كنقاد او كنفيني الحرشه ديالي.
باش كتجي مفيني ومتولة، ما كتجيش مشقوقة. غنستمر على هاد الطريقة، غادي نكمل لان ديك التبسبيسه راه هذيك هي اللي كتعطيها واحد القشره كتجي مساويه وكتجي مقرمشه وكتجي مفينيه من الفوق وما كتلصقش، يعني عندها بزاف ديال المميزات. وكيف قلت لكم كل وحده والطريقه اللي كتعتمدها، كل وحده والطريقه اللي كتنجح لها بها الحرشه. سمحوا لي عافاكم، راه الصوت ديالي راني عيانه بعد النزله عندي، باين عليكم حلقي مريض، راني غير كنديباني، قبلوا عليا وصافي. ودابا غادي نخليها طيب تكمل طيابها. وبطبيعه الحال العافيه راه ما كتكونش مهيله وما كتكونش مجهده بزاف. كنحاول نتكها بواحد العود خشبي باش ما كتنفخليش. ها نتوما راه كتفرتت بوحدها بكثرة ما جات هشيشه، شفتوا راه ما كتلصقش نهائيا. وكيف كتعرفوا وقت مرسيطه، لان الحمد لله بعد ديك الشتا اللي طاحت مرسيطه غتلقاوها موجوده، كتكون في وسط الربيع مع موالين البوادي على برا في العروبيات، راه تبارك الله كتكون فايضه، لا في الجبال ولا على عندهم واد ولا اي قلته ديال الماء. مرسيطه راها معروفه كتكون في وسط الربيع. وغادي نستمر بهاد الطريقه من بعد نزولها بهاد القراصه ديال الخشب، واللي ما عندهاش ديباني ولو غير بالغطايه ديال الطاوه. انتما كتجي هشيشه بزاف، كتجي هشيشه والريحه ديال مرسيطه طالعه. وكيف كتعرفوا كاملين هاد الحرشه ديال مرسيطه راه كاملين المغاربه كنرافقوها بزيت الزيتون، وكاين اللي كيفرتها كياكلوها بالمعالق بحال كسكسو او بالقيمات. وصلنا الى نهايه الفيديو، شكرا على المتابعه، وما تنسونيش من الدعم والاشتراك والبارطاج وشي تعليقات زوينين. السلام عليكم، الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.